الخميس الاسود ما كاينش شي واحد فينا عمرو سمع هاد الكلمه. نهار اللي هبطوا العساكر لكازا بواحد الكميه بواحد العدد اللي خيالي، وبزاف ما فهموا والو على اشنو طاري واشنو واقع. اللي تا جيت في هاد الفيديو غنقول لكم اشنو السبب ديال هاد الواقعه هادي، ولا كاين شي خطا قولوا لي في الكومونتير وبلا تعصب بلا والو بطريقه عقلانيه. كان سبق لي ودويت على هاد الموضوع ولكن ماشي بالتفصيل. كان الموضوع الرئيسي في هذا الفيديو هو العداوه اللي بين العساكر والجراد، وما تطرقش لهذا الموضوع هذا مزيان، فبقى معايا في الفيديو حتى الاخر باش تعرف اشنو طاري واش كاين. وهادو افضل 5 كومونتيرات دازوا في الفيديوهات اللي فاتوا. حتى انت باغي تبان في الفيديوهات الجايين دير كومونتير ايجابي وغتلقاني حاطك. ما تنساش لايك تابونو وفعل الجرس، راه مهم باش يوصلوك الجديد ديال اي فيديو تلا في هذا الشين، راه بزاف منكم ما مفعلاش. ودابا نبداو. كلشي عارف العداوه اللي بين الجراد والعساكر من شحال هادي، حيت في اي ماتش كيكونوا ضروري شي مناوشات بين هاد الجوج جمهور، وفي الواقع وفي المواقع بجوج. ولكن واحد النهار الشراره ديال هاد العداوه غتزاد بسبب واحد الحدث، وهو اللي غادي نعاود لكم اليوم، واللي تسمى بالخميس الاسود. محطة دار مسافرين دقيقة وقوف. مدينة الدار البيضاء عاشت يوما صعبا مع وصول بعض المحسوبين على مشجعي الجيش الملكي. إذا كان الجمهور غادي يدير بحالكم علاش بغينا الكورة؟ قبل ما ندوي على الخميس الاسود نشوفوا هاد الصراع كيفاش بدا من الجدر ديالو. اولا هاد الصراع بدا من شحال هادي، اي قبل ما يبانوا لي زوج راس اللي كاينين في المغرب حاليا في الفتره ديال التسعينات بحال هكا. ولكن كان صراع بعقلو، يعني خالي من التعدي والضرب والتعصب. وانا كنهضر على الجيش والرجاء اللي كانت بيناتهم منافسه شرسه شحال من مره، وهي غادا بحال هكا حتى ل 2005 بانوا جوج جروبات اللي هما جرين بويز تابعه لنادي الرجاء والتراس عسكري تابعه لنادي الجيش الملكي، بحيث في البدايه كانوا السباقين هما الاوائل في تاسيس المجموعه التراس في المغرب. مع بانوا هاد الجروبات زاد الحماس والشحن بين هاد الجوج، خصوصا الفئه المنتميه لهاد الجروبات كانوا شباب، وكاع الدراري ملي عجبهم هاد الهيت ديال الالتراس زاد حبهم للنادي ديالهم. عندنا جوج جروبات بانوا هما الاولين في المغرب، كل جروب بغى يفرض السيطره على الاخر، وديك الوقيته كنت عارف بسرقه البيشان بزاف، والكورتيجات ديما كاينين بحال الكورتيج ديال الوانرس في الرباط في 2009 و2012، والكورتيج العساكر في كازا، وزيد من بزاف ديال لي كورتيج اخرين. العداوه اللي بين العساكر والجراد بقات مده حتى 2013. وكما شفتي في الفيديو بعض الاشخاص واللي محسوبين على جماهير رجاويه مشاو للرباط بالليل ودازوا على الاحياء من الرباط، اي طاقو اي لوغو ولا شي حاجه كتعبر على شي جروب من التراس عسكري او البلاك ارمي ضربوا عليه كمحاوله استفزاز الجمهور العسكري وسط مدينته. هنا العساكر شافوا داك الشيء اللي طرا في مدينتهم، شلاطي كانت تخسروا في الحومه، وهنا طبقوا داك المبدا ديال لكل فعل رده فعل. وكما جاو للرباط خسروا الطيقان غنمشيو حتى حنا لعندهم، وكما جاو للرباط وخسروا كاع الطيقان مشاو لعندهم حتى هما. هنا كل من البلاك ارمي والتراس عسكري اعلنوا على انهم غيديروا كورتاج في كازا بهذه الجمله اللي شفتي قدام. ديك الساعه دارت بوم في مد السي كتلقى هذه الجمله، وبالفعل كانت خاصه تبان وتبارطاجا باش ينجح الكورتيج 100% ويتسمى بالفعل كورتيج. واحد النهار الرجاء كانت لعبه في الجديده، وملي سمعوا الجراد بلي العساكر غيجيو لكازا هز مشجع رجاوي واحد اللافته فيها نصيحه لكل الفئران: مشاهده المباراه عبر التلفاز نضمن لك البقاء على قيد الحياه. هذا الميساج واللي انتشر في الفيسبوك بواحد السرعه خياليه،
حيت بطبيعه الحال كان استفزاز واضح. جمهور العاصمه ملي سمع هذا الشيء كامل وكاع هادشي اللي طرا، خصوصا ملي شافوا هاد التصويره هادي، داروا حتى هما ردة الفعل ومشاو حتى لكازا وتجمعوا في محطه ديال التران في اكدال، ومشاو لكازا بعدد كبير. داكشي اللي طرا، الجمهور العسكري وصل لكازا وداروا كورتيج اللي قالوا من قبل بحضور الباش كمحاوله استفزاز الجمهور الرجاء، وردوا لهم الصرف بشي حاجه كثار من اللي داروا لهم. وهنا اطار عسكري دارت اغنيه بعنوان لي زانديان واللي قالوا فيها كاع هادشي اللي قلت لكم وكاع هاد الاحداث اللي طرات، وهذا التراك ديالهم. اللي بديتوها جيتو العاصمة في نص الليل، تجديدة زدتو كملتوها، ضرباتكم موجة حداش أبريل، كازا بلا سكتر ولا محكوم، في بالكورتيج راح نخشى الصينة. ويرا مصلوب رحلة لزانديان كتسويها، العاصمة كاع الحومة تصدموا، ليكار كلهم اجوا بينا، الخميس لك حيدر العالم شافو، في دقايق حكمنا المدينة، حبينا نعرفو فين كان داك العدو، ناري 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 ولاد العاصمة هاجو، بالمرة الجاية على داركم غندخلو. وبقات ديك الحادثه ديال 11 ابريل من اخطر لي كورتيج اللي داروا، وكاينين بزاف صراحه وغندير عليهم فيديوهات ان شاء الله. وهادشي خلف بزاف ديال الاضرار وبزاف ديال الطوموبيلات تهرسوا، وكاين اللي تضرب وكاين اللي خسر، ومازال هادشي باقي لحد الان. والله ديما خلق، ونتمنى هادشي يسالي في اقرب وقت. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، غبرت عليكم شويه. هادي شحال 2 سيمانات دابا ما لحقتش فيديو، ولكن كنوعدكم ان شاء الله باللي غادي نرجع احسن. هادي 2 سيمانات دابا ما لحقتش فيديو، ولكن كنوعدكم باللي غنرجع احسن ان شاء الله. وهنا غنساليو الفيديو. تهلاو.